تم انعقاد مجلس الآباء والمعلمين لعصر هذا اليوم. الغاية منه هو من أجل تطور المستوى التلاميذ العلمي والفكري. وكما تعلمون أنه مجلس الآباء والمعلمين هو حلقة وصل بين إدارة المدرسة والعائلة الأسرية. من خلال هذا المجلس الذي ينعقد سنويا في بداية الفصل الأول يتم طرح بعض النقاط اللي خاصة بالتلميذ، منها الجانب العلمي والجانب الأخلاقي والجانب التربوي. نشكر الكادر التدريسي مدارس نور العلم على جهودهم المتواصلة والطلاب متابعتهم للطلاب، والله ما قصروا إن شاء الله، وبارك الله بهم وجودهم ومتابعتهم حتى بوصل اجتماعي. تم عقد في هذا اليوم مجلس الآباء والمعلمين للتواصل مع الآباء التلاميذ ولرفع مستوى التلاميذ والوقوف على بعض الإخفاقات التي قد أصابت التلاميذ في الفترة السابقة. اليوم جينا حضرنا هذا الاجتماع، وإن شاء الله نشكر أساتذة ونشكر المدرسة الأهلية نور العلم وعلى اهتمامها بالتلاميذ وأولياء الأمور، ودرجات شفناها مال الطلاب، مستويات الطلاب عالية، مستويات إن شاء الله السنة الدراسية أحسن من العام بهواي، والنقل متوفر، يعني مدرسة كل زينة. بسم الله الرحمن الرحيم. انعقد المجلس لأولياء الأمور التلاميذ في يوم الاثنين الذي يقام سنويا المصادف 28/11. الغاية من عنده هو التواصل مع الأهالي، الذي يكون حلقة وصل هو دائما حلقة الوصل يكون هو التواصل الاجتماعي عن طريق الواتساب. الأولياء الأمور هو احنا نطلب من عندهم ونحثهم هو متابعة التلميذ. التلميذ هو لازم يكون بطريقة إيجابية دائما، وإحنا جاي نتعب ونتواصل في رفع المستوى العلمي، وإن شاء الله نكون بداية خير ونهاية خير للطلاب. نحن كادر التعليمي في مدرسة نور العلم الأهلية الابتدائية المختلطة نحرص على رفع المستوى العلمي للتلاميذ. منذ بداية هذا المشروع كان هذا هدفنا، هو رفع المستوى العلمي والأخلاقي للتلاميذ. نشكر مدرسة نور العلم الأهلية على متابعتها الجيدة فيما يتعلق بالمستوى العلمي لجميع التلاميذ على كافة الأصعدة والمستويات، وبدورنا كأولياء أمور نرغب أن نتواصل مع هذه المدرسة التي لها باع كبير وتحقيق النتائج الجيدة من أجل أن يستمر المستوى العلمي بالاتجاه الصحيح، وأن نتعاون جميعا من أجل الارتقاء بهذا المستوى وتحقيق النتائج المطلوبة، ولا سيما طلاب أساس ابتدائي الذي ينتظرهم يعني فد مشوار كبير جدا فيما يتعلق بالامتحان الوزاري وتحقيق نتيجة طيبة ترفع رأس المدرسة وكذلك ترفع رأس أولياء الأمور. ونتمنى لجميع الكادر التعليمي في مدرسة نور العلم الأهلية التفوق والازدهار وإلى مزيد من التقدم.